السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا في افضل حال، والايام اللي جاية ان شاء الله تكون خير وسعادة على اصحاب برج القوس في كل العالم كله. أصحاب برج القوس حبايبي أتمنى إن شاء الله اللي جاي يكون فيه السعادة والخير والأمان والاستقرار بأمر الله لأصحاب برج القوس حبايبي، لأن أنا بحبكم جدا جدا وبتمنى لكم كل خير الدنيا إن شاء الله بأمر الله تعالى. أصحاب برج القوس حبايبي النهاردة هنشوف مع بعض التوقعات، أتمنى إنها تكون توقعات خفيفة على قلبكم الطيب الجميل، وفي نفس الوقت بأمر الله تكون توقعات إيجابية إن شاء الله. قبل ما نبدأ أي شيء حبايب قلبي هنسمي الله، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. أصحاب برج القوس حبايب قلبي بشكر كل اللي بيشاهدوا قناة برج القوس، وكل اللي بيعمل اللايك، متشكرة جدا ليكم جدا حبايب قلبي، وبشكركم من كل قلبي. و أي حد بيشترك في القناة أنا بشكره وبقول له إن شاء الله هتكون عند حسن ظنك بأمر الله تعالى. قناة برج القوس القناة الوحيدة للبرج الوحيد اللي له قناة، يعني أنا عايزاكم دايما تبقوا فخورين بقناتكم الجميلة قناة برج القوس. هنشوف مع بعض كده أخبار برج القوس وهنسمي الله، ونفتح كده النية كده إن شاء الله بدعوة حلوة بأمر الله وطاقة إيجابية إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصحاب برج القوس حبايب قلبي، فرحة كبيرة جدا جدا هتملى حياتك يا برج القوس، هتعم عليك فرحة سبحان الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله فرحة هتغمر قلبك وهتخليك إن أنت فعلا بعد شقى وبعد غلب وبعد نفسية كانت وحشة، والله ربنا هيفرحكم. والفرحة اهي قدامي ان شاء الله، وفاضل عليها حاجة بسيطة بأمر الله تعالى. قولوا يا رب، قول اللهم آمين ان شاء الله. برج القوس، في بعض من أصحاب برج القوس قافلين على نفسهم كده باب القلب، يعني إيه؟ يعني ما انتش عاوز إن انت تخوض أي تجربة فيها حب مثلا أو فيها علاقة جديدة. طيب ليه انت خايف؟ خايفين إن أنتم تخوضوا تجربة تاني وتنجرحوا تاني يعني ما تكونش تجربة يعني ناجحة أو كده. بس أنا باقول لك أنت الشخص اللي أنت إن شاء الله بتتمناه أو بتشوفه في أحلامك جاي لك بأمر الله. لو أنت رجل أو امرأة إن شاء الله الكلام بأمر الله ينطبق على الرجل وعلى المرأة إن شاء الله. يعني فتى أحلامك أو عروس المستقبل زي ما بيقولوا إن شاء الله هيكون بين إيديكم بأمر الله، والعلاقة ديّة هتكون علاقة إن شاء الله ناجحة بأمر الله تعالى. رسالتك إن تخلّي يقينك بالله كبير جدًا، جدًا. اليقين بالله بيوصّلك، والله بيوصّلك لأعلى الرُتب، بيوصّلك أحلامك اللي هي أنت قُلت عليها إن هي مش موجودة أو مش هتتحقق. يقينك بالله سبحان الله بيوصّلك لأي شيء حلو. خلّي يقينك بالله عالي، إن أنت إن شاء الله تستقبل عطايا وهدايا من الله، يعني هتُعجب ل ل ل ل ل يعني لتفسير ربنا. سبحان الله، يعني ربنا هيدّي لك وهيرضيك وهيرزقك برزقة كبيرة جدًا، جدًا من حيث لا تعلم ومن حيث لا تحتسب. أكنك كده بتفتح سمكة كده وتبص تلاقي فيها حاجة سبحان الله ربنا بعتها ليك انت، لأنك انت صبرت كتير. الناس اللي موجودة معانا دلوقتي يا جماعة، أنا بقطع الكلام عشان ده غصب عني. الناس اللي موجودة معانا دلوقتي في القراءة ديت يعني تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، علشان في طاقة سلبية دلوقتي موجودة، في طاقة سلبية دلوقتي موجودة. لو انت سمعت الفيديو وعندك طاقة سلبية صدقني الخير مش هيجيلك، وانتوا حرين وأنا بلغت.
اليقين بالله بيوصّلك لأي شيء أنت عاوزه، لو كنوز العالم كله هتوصل ليها، لو أنت عاوز يبقى عندك جبل من المال، يقينك بالله هيوصّلك للجبل ده. هتقولوا إزاي؟ أنا بقى لي مش عارف إيه، أنا باحب ربنا لازم يكون عندك يقين بالله بكل شيء، لازم حب ربنا يملأ قلبك وكيانك وعقلك وكل شيء في دنيتك، وفعلا تآمن إن ربنا سبحان الله هيجازيك خير بعد صبرك وتعبك ورجاك ودعائك، ربنا هيستجيب لك بأمر الله. مهنة جديدة عندك، مهنة جديدة هتكون عندك يا برج القوس، سبحان الله بالصدفة كده، سبحان الله، لإنك أنت موهوب، عندك مواهب كتيرة مدفونة يا برج القوس، إن شاء الله يعني في موهبة كده يعني هتنغمر جواك، وأنت هتكون دي مهنة جديدة ليك، مهنة جديدة هتكون ليك يا برج القوس. طيب، في أصحاب برج القوس في منهم هيصلوا للعالمية في شيء معين، اختراع، اكتشاف، آآ يعني هتاخد مثلًا إيه، هتاخد حاجة كده اسمها براعة اختراع أو براءة اختراع، يعني حاجة زي كده اسمها براعة اختراع تقريبًا، يعني هو اللي باين قدّامي كده، سبحان الله. إمم. الشيء ده أنت هتحصل عليه إن شاء الله، ومبروك مقدمًا يا برج القوس. عندك لقاء مهم مع شخص، الشخص ده ألمك كتير وعذّبك كتير وكسرك كتير. هو كسرك يعني مش أنت ما بتنكسرش قدّام حد على فكرة، أنت لو يمكن حسّيت بالوجع من الإنسان دوّة، فهو جواك الوجع ده مش حتى ما بيّنتش له، بس صدّقوني والله وأنا باحلف لكم، أنت المرّة دي اللي هتشوفه مكسور قدّام عينيك، بعد ما جرحك وجرح شعورك، هتشوف الشخص ده مكسور قدّامك، وهيترجاك إن هو يفضل في العلاقة دي وتفضل معاه في العلاقة دي، ولكن آآ الكشف اللي قدّام منّي والقراءة بتاعتك بتقول لك ما تكمّلش مع الشخص ده بالذات، لإن اللي جرحك مرّة هيجرحك 1000 مرّة، اللي جرحك مرّة اوعى تضعف عيونه، أو تلاقيه مثلًا حزين أو تلاقيه لأ، كل ده هيروح في ثانية وهيتنسي، وهترجع تاني وتتألم تاني يا برج القوس. اللهم بلغ. في صديق بقى مش هيكون لك صديق انت كنت معتبره صديق، هينكشف لك أمره وهتعلم عليه، هتعلم عليه أمره بقى، هيتكشف لك عن طريق الصدفة، إيه، عن رؤية، حد يعمل لك تليفون ويقول لك ده كذا، مهم يعني إن أنت هتفقده، ولكن يعني بشخصك أنت. بقرارك أنت، مش بقرار حد تاني، أنت اللي هتستغنى عن الصديق ده. عندكم سفر مهم إن شاء الله، سفر مهم بأمر الله يا برج القوس. يعني سفر مهم إزاي؟ يعني السفر ده هيخلّي حياتك متفتحة لحاجات كتير ورزق ومال، وتتعرّف على ناس جديدة، وهتاخد أفكار حلوة، جنسية مثلًا معيّنة أنت هتتحصّل عليها، يعني حاجات حلوة جدًا في السفر ده. في كمان عندك علاقة جديدة إن شاء الله هتكون في حياتك، وظهرت تاني برضه علاقة جديدة إن شاء الله هتكون في حياتك، وهتكون عوض ليك يا برج القوس. أنا شايفة ناس كده بتتعلم السواقة، يعني ناس بتتعلم السواقة،
ليه بقى؟ عشان تستعد كده وقلبك جامد إن شاء الله تستعد لتشتري كده إن شاء الله بقى إيه، هتبقى اسمها سيارة الأحلام بقى بأمر الله. مبروك مقدما من أصحاب برج القوس. كمان هيتعرض عليكم صفقة فيها مبالغ كبيرة وفيها علامات استفهام برضو. إيه، انت بقى علامات الاستفهام ديت مش هتسكت طبعا ده لما تعرفها، عشان انت ايه، عشان انت برج القوس لازم تعرف كل حاجة. في ناس كتيرة كده انا شايفاها ان هي عندها اكتئاب، عندها طاقة سلبية محاصراها. بتقول لأ أنا كنت باسعى وربنا ما اعرفش إيه، وأنا خسرت وأنا عملت وأنا. اليأس ده مش هيجيب لك أي شيء، هيبعد عنك الخير. طب ليه؟ استعيد الطاقة بتاعتك، استعيد نشاطك، خليك إيجابي، خليك عملي، اسعى وربنا هيكون معاك. طيب عندكم بقى شراء خاتم، بس آه، الخاتم ده هيكون خاتم الحظ، هيجيب لك الحظ، هيجيب لك الحظ، هيكون طاقته حلوة جدا 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 عليك. عايزاك كده تفتح كده ايه ذراعيك كده الاتنين كده ان شاء الله، استقبال بأمر الله الطاقة الإيجابية، الحظ الوفير، إيه، حظوظ حلوة جدا جدا عندكم أصحاب برج القوس، وأنا فرحانة لكم والله، أنا فرحانة لكم كتير جدا جدا جدا. برج القوس، لا تعاتب ولا تدور في الماضي، لا تعاتب حد ولا تدور في الماضي، خلي المستقبل هو اللي قدامك، خليك قوي. انسى الماضي شوية عشان المستقبل في حاجات حلوة كتير أوي ليك. طيب عندكم كمان طفل جديد في العيلة بقى، عندك في بيتك طفل جديد إن شاء الله يعني. طيب اسم ممدوح مين؟ اسم ممدوح. طيب ممدوح ده كان عندك في الماضي، ممدوح ده كان يمكن كانت علاقة في الماضي. مم. من مثلا نقوله 6 سنين ممكن. بس كانت علاقة يعني ما غيبتش، مش طويلة يعني، كانت علاقة قصيرة شوية. اسم ممدوح انت بتتفائل بيه. كمان هتتعرف على حد اسمه ممدوح، او كمان ممكن انت يكون اسمك ممدوح. طيب للاسم ده حظ كويس بأمر الله. أصحاب برج القوس حبايب قلبي أتمنى لكم كل الخير وكل السعادة. ما تنسوش اللايك، الاشتراك في القناة، بحبكم جدا.